حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هقولك ازاي تعملوا القلقاس بالطريقه اللي انا هقولك عليها ديت. الطريقه دي سهله جدا، طريقه قديمه. عايزه اقولك ان الطريقه دي احلى طريقه انا ممكن يعني بصي مستغناش عنها. حطوا اللايك واشتركي معايا في القناه، وتعالى اقولك ازاي تعملي القلقاس بالطريقه اللي انا هقولك عليها ديت. طبعا القلقاس زي ما انتوا عارفينه طعمه تحفه مفيد، وهو شتوي يعني مش صيفي. حاولي استغليه طبعا في الاكلات الشتويه، جميل جدا. جنبيه شويه رز كده بيبقى تحفه. زي ما انت شايفه كده وهقول لك الخضره اللي تستخدميها ايه هي. انا عامله فيديو قبل كده يعني على القناه عندي فيها ازاي تجيبي القلقاس وايه هي الخضره اللي بتستخدميها ليها، وكمان ايه هو بديل الغسيل للقلقاس لان القلقاس ما بيتغسلش زي ما انت شايفه كده. فتابعي معايا وشوفي هنعمل ايه بالظبط وايه هي الخطوات، وقولي لي رايك وانت بتعمليه كده ولا لا، ولو انت مش بتعملي كده قولي لي بتعمليه ازاي. يعني بنتعلم من بعض طبعا. يلا بقى نخش على الطريقه واقول لك احنا عملنا ايه. زي ما انتم شايفين كده، بصوا لونه تحفه ازاي، وشكله حلو قوي قوي، وطعمه احلى. ف وكمان اقول لك على حاجه، انا مش بستخدم كبه ولا مطحنه ولا الكلام ده، مع ان انا عندي بس انا ما بستخدمهاش. انا بجيب القلقاس بعصر عليه ليمونه كده بعد ما بقطعه، وامسحه حلو قوي بفوطه. زي ما انا اتفقت معاكي ان هو ما بيتغسلش، فسيبك من موضوع الميه. هنستخدم ايه بدل الميه؟ هو الليمونه. فهنعصر عليه ليمونه حلوه كده، ونقلبه ونسيبه ساعه ولا ساعتين كده مع نفسه. وحطيه في مصفى وسيبيه، وهنشوف هنعمل ايه باقي الخطوات. ونقلبه حلو طبعا بالليمون. بصوا مش لازق في بعضه ازاي، وحلو معايا اهوت. ليه؟ عشان انا ما جبتش عليه ميه. القلقاس اغسليه من بره وما تغسلهوش من جوه، يتغسل من بره ويتنشف وكده خلاص. زي ما انتم شايفين كده خلصنا مرحله القلقاس. هنخش على الخضره. انا مستخدمه هنا معايا ايه؟ سلق وكزبره. الخضره اللي بتستخدمها مع السلق هو الكزبره، مش نوع تاني، هو الكزبره وبس. بتهيالك ان الخضره دي كتير، هي مش كتيره ولا حاجه، هي بس اول ما بتتعمل بتهبط خالص مبقاش فيها. فزي ما انت شايفه كده انا مش هستخدم كبه. خلاص المخرطه. هتقولي ازاي؟ هقولك احنا هنعملها زي الملوخيه بالظبط. هنخرطها ونقطعها زي الملوخيه بالظبط، ودي احلى طريقه بدل المطحنه. المطحنه بتهري خالص وبتخليه ملهوش معالم كده. فيعني احلى طريقه انا مفضلها يعني هي المخرطه. لما بتحبيش الطريقة دي جربي واحكمي عليها وشوفي هي حلوة ولا لأ، ولو مش حلوة اكتبي لي في الكومنتات ان هي مش حلوة. فزي ما انتوا شايفين كده هفضل اخرط فيها لغاية ما تبقى ناعمة معايا زي الملوخية وانعم كمان. وهنعمل ايه تاني؟ زي ما انت شايفة كده بعد الخضرة، في ناس ما بتصفيهاش، يعني بتحطها على النار كده ميتها من غير ما تصفيها، بس انا بفضل ان انت تصفيها الاول. ازاي بقى؟ هقولك هنعمل ايه دلوقتي. اول حاجة تخرطيها الاول، واوريكي التخريط بتاعها في الاخر وصل لايه، عشان تبقى عارفة اني مرحلة. زي ما انت شايفة كده، بصوا الحبة الكتار اللي احنا كنا عاملينهم عاملين ازاي. هنحطها في مصفى. بصوا ناعمة ازاي معايا. هنحطها في مصفى وهنصفيها. هتقولي لي ليه؟ هقولك انا محتاجة المية دي الاول. فالمية دي احنا محتاجينها، فهنصفيها بمصفى زي كده، بعد كده هنصفيها بمصفى انعم علشان ما ينزلش معايا اي حاجة من الحاجات دي. فزي ما انت شايفة خرطناها بالمخرطة، وكمان هنصفيها. انا عارفة ان هو يعني متعب شوية، يعني انا عارفة ان هي الكبة اريح طبعا، بس صدقيني هي دي افضل مليون مرة. فكده خلاص انا كده ايه، السلق معايا جاهز اهوت صفيته. بصوا ناشف معايا مفهوش مية ولا الهوا، والمية بتاعته جاهزة معايا بعد ما صفيتها زي ما انت شايفة كده. المية دي احنا محتاجينها طبعا، عشان كده احنا صفيناها. وكمان هتسهل عليكي كتير قوي لما تيجي تحمري بقى السلقة على النار مع السمنة والتومة.
مش هياخد معاكي وقت نهائي. ليه بقى؟ لان احنا منزلين المية بتاعته الاول، ما كنا بنعمله من غير كده، فبتفضلي تعملي على النار كتير علشان المية تتبخر شوية او تقل شوية، عشان ايه؟ يبان ان هي احمرت معاكي. فيعني ما بنعملش الخطوة دي طبعا. فانت لما تصفيه هيوفر عليكي وقت ومجهود. بص مفرط ازاي، ده دليل ان هو مفهوش مية نهائي وناشف معايا. فزي ما انت شايفة كده، دي افضل طريقة. جربي واحكمي عليها، ما تحكميش من قبل ما تجربي. تعالوا بقى نخش على الطريقة نعمل بها القلقاس. طبعا احنا متفقين مع بعض القلقاس محتاج شوربة، سواء بقى شوربة لحمة، فراخ، ايا كان نوع الشوربة اللي عندك هتستخدميها طبعا. فلازم الشوربة تكوني عاملاها حلو. ده الاساس بتاعك اللي هتعملي في القلقاس. فلازم تكوني متوصية بقى حلو قوي، وخدمها حلو، وحاطه لها كل حاجة، عشان ما تحتاجيش حاجة تانية بعدها عشان تظبطي الطعم بتاعها. فزي ما انتوا شايفين كده، سلقت معاكم قبل كده الفراخ كتير قوي. بصلايه، قطايه، حبهان، ورق لورا، شويه سكر حلو قوي بيبقى طعمها تحفه، بيظبط الطعم، ملح، فلفل اسمر، وخلاص كده ومكعبات. ده كده طريقتي في السلق. كمان السلق هنا انا بحط الحاجه الاول، وبعد كده هسيبها تغلي زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده بنزل الفراخ. دي ودي افضل طريقه ان انت تسلقي بيها الفراخ، بيبقى طعمها تحفه. الميه بتاع الشوربه بتاعتها رايقه وحلوه، وكمان انت مظبطوها، مش محتاجه اي حاجه، سيبها مع نفسها تستوي الفراخ، وشوربتك جاهزه ومش ناقصها اي حاجه. فاهم حاجه ان انت تتوصي بالشوربه بتاعتها، لان دي احنا هنعتمد عليها، تكوني مظبطاها من كل حاجه. عندك جزرايه، حطي جزرايه بتخلي طعمها حلو طبعا. فزي ما انتوا شايفين كده، سيبها مع نفسها. وتعالي هنعمل دلوقتي شويه رز تحفه. جيب حلة على النار، وخلينا متفقين برضو مع بعض ان عشان تطلعي شوية رز حلوين بتبقى عايزة ألمونيا. فانا عندي الألمونيا طبعا، ليه ما استغلهاش؟ فطلعتها طبعا وعملت فيها شوية رز، هتاخدي احلى رز. حطينا السمنة وحطينا الشعرية. انا هنا بحط شعرية كتير، يعني بحب ان هي تكون كتيرة، يعني مقاربة لكمية الرز، بحبهاش قليلة، بتخلي طعمها حلو قوي. هنديها درجة حلوة، درجة لون حلو، ما تخليهاش غامقة قوي، عشان لو هي غامقة هتغمق معاك الرز. فعايزين نحافظ على لونها عشان تخلي الرز معانا فاتح. نفضل نقلب فيها وما نسيبهاش، لان هي ممكن لو ثانية تلاقيها اتحرقت. فكده خلاص زي ما انت شايفة كده فاتحة معايا، وخلاص حمرتها. هننزل بكمية الرز بتاعتنا. بس كده زي ما انتوا شايفين، هنحمرها حلوة قوي. هن نقلب فيها الرز، ده مهم جدا. تقلبي الرز حلو قوي قبل ما تحطي الميه، وكمان الميه لازم تكون سخنه. وعايزه رز مفلفل، لازم تحطي يعني معلقه صغيره او اقل من المعلقه الصغيره دي بتاع دوت سكر. السكر بيخليها مفلفله، ويحافظ على الفلفله وما يعجنش معاكي. فزي ما انت شايفه كده، حطيت مكعب. احط الحاجات اللي انا بستخدمها على الرز. هتقولي مش عايزه مكعب، اقول لك ماشي عادي براحتك. هنحط الملح والسكر اللي اتفقنا عليه، وشعرة صغيرة من فلفل الأسمر، يعني حتة صغيرة قوي، مش كتير، مش هيغير لونها ولا أي حاجة، بس بيديها ريحة حلوة قوي وطعم حلو. والقلقاس هناك في الحلة هناك سايباه مع نفسه يغلي. فكده أنا إيه، خلصت الرز بتاعي. لازم يفلفل معاكي في الحلة كده، ويخشول معاكي في الحلة، وتحسي ان هو نشف معاكي مفيش نقطة مية. هننزل عليه بالمية، ده أهم حاجة يعني. عشان ينجح معاكي الرز ويفلفل، لازم تقلبيه حلو قوي قوي على النار، اديله كفايته على النار قبل الميه. وهنحط الميه السخنه بتاعتنا زي ما اتفقنا، وهنسيبه بقى هو كده جاهز معانا. التمليح بتاعنا جاهز معايا، مفيهوش اي حاجه ناقصاه. هنغطيه ونسيبه. اول ما يتشرب هنوطي عليه النار. الفلفل الاسمر اللي كان مش مطحون قوي هنوطي عليه النار ونسيبه، ومع نفسه كده هيتشرب وهيستوي معاكم، ويبقى احلى رز. صدقيني احلى رز تاكليه في الالمونيا. كده انا ايه، نقلت الحله هناك مع نفسها، وجبت لكم الحله التانية. هنا الشوربه هنا صافيه خالص، ما فيهاش اي حاجه، صفيتها
شلت كل الفراخ اللي فيها والحاجات اللي انا كنت حطاها في الاول ديت، اللي هي القوطه والبصل والحبان ورق لورا كل دوت. هنزل بالقلقاس بتاعي اللي انا كنت عصره عليه ليمونه مع نفسه بقى. هسيبه هنا بعد ما الشوربه بتاعتي غليت. الشوربه بتاعتي جاهزه، مش ناقصها اي حاجه، متحدقه حلو، مش ناقصها ملح ولا كلام دوت. فهنسيبها مع نفسها. هتغلي معايا، واول ما هتخش في نسيت اقولك، نص ليمونه، نص هتعصريها في الشوربه بتاعتها. هتقولي ليه؟ بيحافظ على ان هي ما تمزلقش معانا كده ولا تطلع الماده بتاعتنا في الشوربه عشان تعرف تاكليه، وكمان بيحافظ على لونه. فالليمون مهم معانا، لازم نص الليمونه ديت. وهنسيبه بقى لغايه ما تحس ان هو داخل على السوا. وشوفي هنعمل ايه تاني دلوقتي. فاكرين السلق اللي احنا صفيناه اهوت؟ هتجيبي سمنه كتير، لازم يكون حبه حلوين كده عشان هو بيحتاج سمنه كتير. وهنحط عليها السلق بتاعنا زي ما انتم شايفين ناشف اهوت، مفهوش ميه، مش هيغلبك، مش هيوجع قلبك طبعا، ولا ياخد وقت على النار لان مفهوش ميه بتاعته. وهنسيبه على النار كده لمدة دقيقتين تلاتة كده، تقلبيهم شوية. وبعد كده هنعمل ايه؟ هننزل عليها بمعلقة كبيرة من التوم، لازم التوم. فزي ما انت شايفة كده هنقلبها شوية، تحس ان السمنة قليلة بس هي هتطلع السمنة بتاعتها تاني اللي خدتها. وهنزود عليها سمنة برضو تاني، احب اعرفك يعني انا هحط لها تاني لان حسيتها نشفت في الاخر. بس كده. فاكرين المية اللي احنا مطلعينها الخضرة ديت؟ هننزلها كمان على القلقاس. اول ما احس ان القلقاس بتاعي دخل في السوا واحس ان هو طري شوية معايا، هنزل بكمية المية اللي انا مصفياها من القلقاس. ده كده اول خطوة بنعملها في القلقاس. يبقى لازم عشان يطلع معاكي حلو مش مغمق ولونه حلو وطعمه حلو، تعملي المرحلة ديت ان انت تكوني مصفية زي ما انا قلتلك، وتحطيها مع القلقاس من الاول في تحسي ان هو داخل على السوا، تحطيه ياخد غلوتين كده على النار. و يعني ننزل عليها بالسلق، ولا اكتر ولا اقل. شفتوا بقى سهلة وبسيطة ازاي؟ ما خدش معانا وقت ولا مجهود. وفي ناس كتير بتخاف تعمل القلقاس مع ان هو حلو وطعمه حلو ومفيد جدا، ومن الاكلات الشتوية الحلوة اوي. هنا الرز بتاعي خلاص هطفي عليه، خلاص هو كده يعتبر خلاص استوى، ومفلفل معانا وزي الفل. فانا بحب الالومنيا جدا في السوا الرز. معلقه توم زي ما اتفقنا كبيره، يعني ما يعادل راس توم وسط كده ولا حاجه. هنفضل نقلب فيها. تعرفي منين ان انت توقفي السوا عن السلق؟ لما تلاقي التومه ان انت حطاها ديت اصفرت معاكي، خلاص توقفي سوا خلاص عشان ما يغمقش معاكي اكتر من كده. فهي يا دوبك اول ما بتصفر معاكي خلاص هتنزلي بيه على القلقاس. يبقى علشان ما يغمقش معاكي ويغمق القلقاس، ركزي بس كده يا دوبك التومه بتاعتك تصفر خلاص، هو كده خلاص. وما تنسيش ان احنا حاطين الميه من الاول في القلقاس وسايبينها تغلي على النار الغلوتين بتوعها لغايه ما احس ان القلقاس خلاص. يعني هطفي عليه، هنحط الكلام ده ويغلي مع غلوه وخلاص. حطيت لها سمنه تاني معلقه كبيره عشان حاسه ان هي نشفت شويه. فهنقلب فيها شويه، خليكي متفقه معايا ان هو اول ما تصفر معايا هنطفي النار عليها. وهنا القلقاس بتاعي اهوت بيغلي وخلاص. بصوا لونه حلو قوي قوي. كمان اقول لك على حاجه، ما تغطيهوش، عاملين معامله الملوخيه اهو، ما تغطوش ليه؟ السلق اللي انت هتحطيه اللي انت مخرطاه لما تيجي تحطيه هيسقط معاكي تحت، تحس ان هو مش حلو، تحس ان انت عامله شوربه بس. والرز معايا اهوت مفلفل، اوريهولك دلوقتي. بصوا الرز معايا مفلفل ازاي. هننزل بقى السلق بتاعنا في الحله زي ما انت شايفه كده، لونه حلو معايا، ما تغمقيش اللون عن كده، يبقى حلو معاكي وفاتح لغايه ما يخلص معاكي القلقاس. هننزل بقى ونسيبه يغلي غلوه، وخلاص كده الأكلة جاهزة معايا. يا رب الطريقة تعجبك. ودي طريقة أم حنة، يعني طريقة قديمة،
طريقة أمهاتنا وأجدادنا دي الطريقة القديمة من غير استخدام الكبة. فيا رب تعجبك، ولو عجبتك قوليلي وحطي اللايك، وكمان اشتركي معايا في القناة لو لسه مشتركتيش. أنا عندي فيديوهات حلوة أوي على القناة، هتستفادي منها طبعا. خشي وشوفي طبعا الفيديوهات اللي عندي. وكمان الأكلة النهاردة أكلة شتوية، أكلة حلوة. دقيقتين 3 واطفي على الحلة، ما تطوليش عن كده لأن هو بيتهري بسرعة، علشان لما تيجي تسخنيه تاني يبقى حلو معاكي وما يتهريش فزي ما انت شايفه كده، بصوا لونه حلو معايا ازاي، والخضار بتاعه حلو مش غامق معايا ولا حاجه. وكده خلاص انا وصلت لاخر الفيديو. رب الفيديو يعجبك. زي ما انت شايفه القلقاس معايا اهوت، لونه حلو، شكله حلو، مكعبات محافظه على نفسها، مش مهري معايا، ومستوي منه فيه طبعا في نفس الوقت. والفراخ بتاعتي لما اتحمرت بالسمنه وعليها فلفل اسمر وملح علشان ما تلزقش منك في الطاسه، من غير زيت طبعا. وكمان هنا الرز بتاعي مفلفل، بصوا شكله عامل ازاي. فيا رب الوصفة تعجبك النهاردة، وقولي لي تحبي يعني انهي طريقة، الطريقة ديت ولا الطريقة بتاعت الكبة. فأحب أعرف رأيك طبعا. وكمان قولي لي عجبتك الطريقة ولا لأ، وجربي وقولي لي، ما تحكميش عليها من غير ما تجربي. بصي القلقاس عامل ازاي، بصي لونه عامل ازاي، تحفة وطعمه جميل. الطعم هنا بيرجع لإيه؟ للشوربة بتاعتك تكون حلوة معاكي وطعمها حلو، علشان احنا معتمدين عليها. بصوا الرز معايا تحفة، وكمان القلقاس بتاعي محافظ على نفسه. حطي بقى اللايك لو لسه محطتيش، علشان الفيديو ينتشر بقى بين ايه الناس، والناس تشوفه وكمان يعجب الناس. اشوفك بقى ان شاء الله في وصفة جديدة وطريقة جديدة من ضمن الطرق القديمة. وكمان يا رب الفيديو يعجبك. اشوفك بقى ان شاء الله، مع السلامة.